أهلا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة. 90% منكم ممن يشاهدون فيديوهاتنا لم يشتركوا في القناة، لذلك لا تنسى الاشتراك أثناء مشاهدة الحلقة. هيا بنا نبدأ. مرحبا بك في الجزء الأول من ملخص كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. سوف نتحدث عن التقنيات الأساسية في التعامل مع الناس، وهي 3 تقنيات أساسية للتعامل مع الناس. على الرغم من بساطتها، إلا أنها مهمة للغاية عند التعامل مع الآخرين. التقنية الأولى: لا تنتقد، لا تدين، ولا تشتكي. الانتقاد غير فعال لأنه يجعل الشخص يدافع عن نفسه ويبرر تصرفاته. مع ذلك، يمكن أن يكون الانتقاد شديد الخطر لأنه يؤذي فخر الشخص ويجعله يشعر بعدم الأهمية ويثير الاستياء لديه. فضلاً على ذلك، يمكن أن يؤدي الانتقاد إلى نتائج عكسية نتيجة لتفاقم الصراعات وتعميق التوتر بين الأطراف. عندما يتعرض شخص ما إلى الانتقاد، فإن رد فعله الطبيعي هو تبرير تصرفاته وأفعاله. حتى لو كان الشخص يدرك أنه على خطأ، فإنه سيجد أسباباً لتبرير سلوكه. بالتالي، يمكن أن نستنتج أن الانتقاد مضيعة كبيرة للوقت والطاقة. بدلاً من الانتقاد، ينبغي لنا أن نحاول فهم الآخرين والتعاطف معهم، وأن نحاول رؤية الأمور من منظورهم. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى بناء علاقات أفضل وتجنب الصراعات غير الضرورية. التقنية الثانية: قدم التقدير الصادق والصريح. قال جون ديوي، أحد أعمق الفلاسفة في أمريكا، إن أعمق الدوافع في الطبيعة البشرية هي الرغبة في أن يشعر الإنسان بأهمية. ببساطة، نحن جميعاً نرغب في البقاء، والأكل والشرب والنوم وتوفير المال وحماية أطفالنا وأحبائنا، وأيضاً نريد أن نشعر بالأهمية. في كثير من الأحيان، تتحقق جميع هذه الرغبات الأساسية باستثناء الشعور بالأهمية. يعد تقديم التقدير والتشجيع بصدق إحدى الطرق لمنح الناس هذا الشعور بالأهمية. عندما نخبر الناس أنهم مهمون، وأن ما يقومون به مهم، وأنهم يقومون بعمل رائع، فإننا نعطيهم شعوراً بالأهمية. لنأخذ على سبيل المثال كلمات لينكولن الذي بدأ رسالة ب"الجميع يحبون الإطراء"، وقول ويليام جيمس بأن أعمق مبدأ في الطبيعة البشرية هو الحنين إلى التقدير. الجميع يحبون الإطراء، والجميع يحبون التشجيع الصادق. الجميع يحبون أن يعلموا أن ما يقومون به مهم، وأنهم يقومون به على نحو جيد، وأنهم ينبغي لهم أن يستمروا في ذلك. يعطينا التشجيع الإيجابي شعوراً بالأهمية، ويجعلنا نرغب في القيام بأفضل من ذلك في المرة القادمة، في حين أن الانتقاد يقتل طموحنا. يذكرنا ديل كارنيجي بأن جميع زملائنا في العمل بشر، ويشعرون بالجوع للتقدير. عندما نستطيع تقدير شخص بصدق، نمنحه شعوراً بالأهمية، ونزيد من مستوى حافزيته وثقته بنفسه، وبذلك نجعله يشعر بتحسن في مزاجه وحالته النفسية. التقنية الثالثة: إثارة الرغبة الشديدة في الشخص الآخر. لماذا نتحدث عما نريد دائماً؟ هذا أمر طفولي وسخيف. بالطبع، نحن مهتمون بما نريده، إنه أمر يشغل بالنا دائماً. لكن الحقيقة هي أن الآخرين لا يهتمون بما نريده، بل هم مثلنا، مهتمون بما يريدون. لذلك، السبيل الوحيد للتأثير في الآخرين هو التحدث عمن يريدونه، ومنحهم الطريقة المناسبة للحصول عليه. لكي نقنع شخصاً ما بفعل شيء ما، فينبغي لنا أن نخبره بما سيحصل عليه جراء ذلك. ما الفائدة التي سيجنيها؟ كيف ستتحسن حياته؟ لا يهمهم ما يهمنا. ما يهمهم هو أنفسهم وحدهم. هذا أمر طبيعي. لذا، لكي نقنعهم، ينبغي لنا أولاً أن ننظر إلى الأمور من وجهة نظرهم، ونجعلهم يفهمون أنه في مصلحتهم الشخصية أن يفعلوا ذلك. بعبارة أخرى، ينبغي لنا أن نثير رغبة حارقة في الآخرين. لنفترض أننا نحاول إقناع أطفالنا بأكل البروكلي. لكي نقنعهم، ينبغي لنا التفكير في الأسباب التي قد تشجعهم على ذلك. بالطبع، ليس لأنه صحي. في سنهم لا يهتمون بذلك. ما يمكننا القيام به بدلاً من ذلك هو تقديم فوائد تناول البروكلي لحياتهم. يمكننا أن نخبرهم بأنه سيجعلهم أكثر قوة وطولاً، وسيساعدهم على أداء الرياضة على نحو أفضل بفضل العناصر الغذائية التي يحتويها. يمكننا أن نقول أنهم سيصبحون الأذكى في الصف، وسيحظون بإعجاب زملائهم بذكائهم. إذن، المفتاح هو إيجاد أسباب تجعل الشخص الآخر يرغب في القيام بذلك، أسباب تتجلى في مصلحتهم الشخصية. في الجزء الثاني من ملخص كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، حيث سوف تتعرفون إلى 6 طرق لجعل الناس يحبونك. فلنبدأ.
الطريقة الأولى: اهتم بالآخرين. اهتمام حقيقي. فكرة هذا الفصل بسيطة للغاية. يمكننا كسب المزيد من الأصدقاء عن طريق التفاعل الصادق مع الآخرين بدلاً من التحدث عن أنفسنا ومحاولة إقناعهم بقيمتنا باستمرار. يمكننا أن نتعلم هذا المبدأ من الكلاب. ماذا تفعل عندما يعود صاحبها إلى المنزل؟ إنها تبدي سعادة بالغة وتستقبله بحماسة وفرحة. بمعنى آخر، إنها تظهر اهتماماً حقيقياً بصاحبها. هذا يترتب عليه فائدة للكلاب، فهم لا يضطرون للعمل يوماً. كل ما عليهم فعله هو إعطاؤنا الحب. السبب في أننا نحب الكلاب كثيراً هو السبب نفسه في أننا نحب الناس. في حقيقة الأمر، نحب الناس الذين يظهرون اهتماماً حقيقياً بنا، الذين يعتقدون أننا أشخاص جيدين، الذين يظهرون أنهم يحبوننا. نحن نحب الأشخاص الذين يعجبون بنا. من ناحية أخرى، قد يكون لديك بعض الأصدقاء الذين يتحدثون باستمرار عن أنفسهم ويتفاخرون بأنفسهم ويحاولون إقناع الجميع بروعتهم، ولا يمنحونك لحظة واحدة للتحدث عن نفسك أو اهتماماتك. إذا حاولت التحدث، فلا يستمعون لك بالطريقة الصحيحة أو يقاطعونك باستمرار خلال حديثك. مشكلة هؤلاء الأشخاص هي أنهم لا يظهرون أي اهتمام بنا. لهذا السبب، لا نحبهم بقدر ما نحب الآخرين أو نتخلى عنهم في أسرع وقت. حسناً، ما هي الطرق العملية لإظهار الاهتمام الحقيقي بالناس؟ شيء واحد يمكننا القيام به هو استقبال الآخرين بالحيوية والحماس، كما لو كنا نريد أن نخبرهم بشيء مثل: مرحبا، إنه من دواعي سروري رؤيتك مرة أخرى. أستمتع دائما برؤيتك. أنا أحبك. أنت شخص رائع ومثير للاهتمام. أقدر معرفتك. ينبغي لنا أن نستقبل الناس بطريقة تظهر أننا فعلياً مهتمون ومتحمسون لرؤيتهم والتحدث إليهم. شيء آخر هو أن نظهر فضولاً باهتماماتهم. إذا كان صديقك يتحدث إليك عن كتاب قرأه للتو وشعرت أنه استمتع فعلاً به، اسأله عن ماذا يتحدث الكتاب. لماذا استمتع به كثيراً؟ فقط انتظروا الجزء الثاني. أثناء ذلك لا تنسوا مشاهدة الحلقات الماضية والاشتراك في القناة. خوارزمي